للاسف في حاجتين حصلوا النهارده، واحده من اسوأ مباريات كريستيانو رونالدو من بعد سن ال 40 تقريبا، من بعد سن ال 35 30 يعني تقريبا. لكن عادي اي حد في الدنيا بيضيع، خصوصا لو مهاجم بيوصل له كتير بيضيع كتير. الفكره بس ان هو ما وصلوش غير كورتين، فالاثنين ضاعوا، ودي حاجه وحشه بالمناسبه من لاعب بحجم كريستيانو رونالدو. انجاز تاريخي للكونغو، ولاعيبه وجماهير الكونغو بتحتفل، والبلد دي عامه ليها قصه كبيره جدا مع البطولات. كل بطوله بتشارك فيها بتلاقي قصه جديده. انا حقيقي فرحان لهم. بس ابو الكباتن ما عرفتش اتضايق والله. انا اصلا انا نفسي مش لاقيك انت نفسك متضايق، وانا مش برتغالي من صغري، انا بشجع الفرقه دي عشان خاطر 11 خشبه واقفين في الملعب، كل واحد فيهم خايف يلتحم مع لعيب افريقي لحسن يجي له اصابه فما يعرفش يكمل البطوله. كل واحد فيهم بيلعب على واقف، واكن يعني الماتش ده ماتش سهل ومضمون، والماتشين اللي جايين اسهل منه، وده مش حقيقي. انا مش بتكلم على التعادل، في منتخبات اوروبيه كتير اتعادلوا ومع منتخبات عربيه وافريقيه، بس طبعا ما حدش يشوف الكلام ده، اما يشوفوا البرتغال بس عشان كارهين كريستيانو كتير يعني وكده. بس ماتش اوزبكستان ما حدش عارف هم مستواهم عامل ازاي لحد دلوقتي، وكولومبيا منتخب قوي بالمناسبه، فانت على اساس ايه نازل تلعب على الواقف؟ ده غريب، لكن كان متوقع من شويه علو. ملاش غير جمله واحده مش عارف اكملها